عمرك سألت نفسك قبل كده ايه سر النقطة الحمراء اللي موجودة في اغلب الابلكيشنز زي الواتساب والفيسبوك مثلا، وليه بيستخدموا اللون الاحمر تحديدا في الاشعارات؟ اقول لك انا يا صديقي السر فين. السر بدأ يا سيدي في 2018 2017، يوم لما قرروا في واتساب وفيسبوك تحديدا ان هم يستخدموا نظرية اسمها نظرية فومو. يعني ايه نظرية فومو؟ اختصار فير اوف ميسنج اوت. اختصار فير ميسنج اوف اوت يا سيدي هي بكل بساطة ان انت بتبقى خايف ان انت مثلا حاجة تفوتك او معلومة تفوتك، فعشان كده بتلاقي واتساب دايما بتتعمد حته ان هم يحطوا لك نقطه حمراء عليها عدد الرسائل اللي جات لك من بره الابلكيشن نفسه، عشان يحفزك ان انت تفتح الرسائل. فهنا هو بيوصل لك احساس ان انت في حاجه كبيره فايتاك. وهنا بيستخدموا اللون الاحمر ليه؟ عشان اللون الاحمر هو اللي بيعبر عن القلق والاحساس، وبالتالي انت لازم تبدا ان انت تفتح الابلكيشن وتشوف الموضوع ده. فعشان كده هم هنا قرروا ان هم يستخدموا اللون الاحمر ده. وهنا هم هنا بيعملوا حاجه behavioral design، او يعني ديزاين بيدرس سلوك الانسان وبيقدر يحلله. فهو هنا هو خلق لك حاله من انواع القلق عشان تفتح ايه الابلكيشن. فهنا بقى الابلكيشن مش غرضه ان هو يبقى شكله حلو بس، لا، غرضه انك تستخدمه. وده الفرق بين تصميم حلو بس وتصميم حلو بس قابل للاستخدام.